ايه ده يا احمد، انت رايح فين؟ انا رايحة العب. هو ده يوم نلعب فيه؟ ده يوم نقوم فيه، يوم نقرأ فيه قرآن، يوم مثلا يعني نقرأ نصلي. يعني انت رايح تلعب؟ احنا بنقرأ قرآن ونعمل الحاجات دي ليه؟ عشان نبقى زينا زي الحجاج. انت مالك يا مكة؟ انا بلعب في اليوم ده حاجة ما تخصكيش. يوه مش انا هتحاسب والله، انت اللي هتتحاسب. ماشي انا عايزة اتحاسب. ايه ده يا احمد، انت رايح فين؟ انا رايح العب يا سهير. رايح تلعب ايه يا احمد؟ انت المفروض كبير وفاهم، يعني مكة الصغيرة قاعدة هناك بتقرأ قرآن وصايمة كمان مع انها صغيرة وبتصلي. المفروض يا احمد ده يوم مش تلعب فيه في الشارع، يعني انت كمان صايم صح؟ المفروض ان انت تريح جسمك، الاذان يأذن تصلي وتقعد تقرأ قرآن وتدعي وتقول التكبيرات، لان ده يوم كل الدعوات اللي بتدعاها بتترفع عند ربنا، وربنا بيحقق في اليوم ده الدعوات، ولازم نكون مشاركين الحجاج. يعني احنا ما حجناش، بس باللي احنا بنعمله ده وبالصيام والصلاة وقراءة القرآن احنا كده كأننا مشاركينهم. فاهمني؟ انت المفروض ان انت تشجع مكة، مش مكة اللي تشجعك. انا اهو شجعتك، انت المفروض تروح تشجع مكة. يلا روح اتوضى وصلي، زمان الظهر هيأذن اهو، واقرأ قرآن وانا هاجي اقرأ معاك. هو كل شوية حد يقول لي كده انا بلعب يا ست؟ انت مالك؟ يوه براحتك يا احمد، نصيحتك محدش يعمل زي اللي احمد بيعمله ده غلط. احنا المفروض نصلي ونصوم وندعي ربنا في اليوم ده، ان ده اليوم الاعظم عند ربنا، وكل الدعوات بتترفع فيه عشان ربنا يحقق لنا اللي احنا بنتمناه.